السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مطبخ رشا المغازي. القناة القديمة بتاعتي اتقفلت للأسف. أتمنى كل اللي كانوا عليها يجوا على القناة الجديدة. النهاردة هعمل خبز إيطالي. دي معلقة سكر، معلقة من بتاعة الأكل. هحط عليها كيس خميرة فورية. هحط عليها نص كوباية مية وادوبهم كده مع بعض عشان السكر بيخلي الخميرة تتفاعل بسرعة. فهعمل دول كده، دوب السكر في الخميرة. المية دي دافية. اي معجنات قلت قبل كده لازم تبقى المية دافية، مش ساقعة ومش سخنة، تبقى دافية. هدوب السكر مع الخميرة كده واسيبهم على ما اجهز العجينة بقى نفسها، والمية اللي هضيفها عليها تكون الخميرة اتنشطت شوية، بقت اتفعلت شوية. بعدين هنضيفها بقى. هركنها بقى السكر ده اهو، هركنها على جنب. هنا دول 4 كوبايات دقيق. الخبز ده او العيش ده نص الكمية الدقيق مية، وما بيتعجنش بالايد، بيتعجن بمعلقة، لان العجينة بتبقى سايلة، يعني بتلزق كده في الايد. فدلوقتي انا هجيب المية الدافية كوبايتين هحطهم على الدقيق. دلوقتي انا خدت نص كوباية مية مع الخميرة، هحط النص التاني على الدقيق اهو، مية دافية برضو. دول كده كوباية ونص مع نص الكوباية اللي دوبنا فيهم الخميرة مع السكر. هنزل بيها دلوقتي الخميرة اهي، وهقلب واشوف هعوز مية تاني ولا لا. زي ما قلت في الاول هرجع اقول تاني، 4 كوبايات دقيق بنحط عليهم كوبايتين مية. عموما يعني العيش ده كمية الدقيق بقى ايا كان اللي هتعمله بيها هيبقى نصها مية. ونشوف برضو ممكن نحتاج مية، بتفرق من نوع دقيق للتاني. اهو بالشكل ده كده. نحاول ما نخليش دقيق خالص فيه، ونقلب كده. يعني فيه لسه دقيق تحت اهو. بيتهيألي هعوز كمان ربع كوباية مية. هشوف هدوب الدقيق الاول في العجينة كويس، وبعدين اشوف هتحتاج ولا لا. يعني انا بقلبها كده، بنقلب كده من تحت لفوق عشان ما يبقاش فيه دقيق خالص. اهم حاجة ما يبقاش فيه دقيق. زي ما انتوا شايفين هي العجينة كده بتلزق، هي عجينة العيش ده كده. ومن نجاح العجينة دي ان احنا كل شوية بنقلبها، يعني كل ربع ساعة بنقلبها عشان تطلع معاكي عجينة ناجحة وكويسة وتديكي النتيجة المطلوبة يعني. لا كده انا مش محتاجة دقيق خلاص. كده الدقيق كله اختفى اهو، مفيش دقيق. دلوقتي بقى هحط حبة زيت زيتون. زيت زيتون يكون نوع نضيف، او يعني زيت زيتون بكر، او اللي مش بيحب زيت زيتون هيحط زيت ذرة. فانا هحط حبة زيت زيتون اهو كده. هو اهم حاجة في العيش ده زيت الزيتون. هقلب بقى كل ده كده في بعضه لحد ما الزيت يختفي خالص. دلوقتي العجينة شربت ال3 معالق زيت اللي انا حطيتهم. هسيبه بقى كده ربع ساعة وارجع تاني اقلب فيه تاني، وهتابع معاكم خطوة بخطوة. هسيبه دلوقتي ربع ساعة يرتاح وبعدين نتابع مع بعض.
دلوقتي سبتها اهي ربع ساعة ارتاحت، يعني بقت اختمرت شوية. قبل ما اقلبها هبل ايدي مية عشان اعرف اتعامل معاها، عشان هي العجينة بتلزق. هبدأ اعملها كده وكده، ومن هنا برضو من كل الاتجاهات. وكده بالشكل ده كده، واسيبها تاني. هفضل اعمل الخطوة دي 3 مرات، كل ربع ساعة هعمل فيها كده. وفي الاخر يعني انا هعمل كده، مش هصور الخطوتين التقلبتين الجايين، بس كل ربع ساعة هعمل كده كمان مرتين. في الاخر بقى لما احطها في الصينية اللي هسوي فيها هوريها لكم قبل ما احطها في الصينية. دلوقتي انا جبت الصاج اللي هسوي فيه العيش اهو، الخبز الايطالي اللي عملته معاكم. عملته مرتين تاني بعد المرة اللي عملتها معاكم في الاول، بين كل مرة ومرة ربع ساعة. دي مهمة جدا الخطوات دي بالنسبة للخبز الايطالي ده. هنزل بقى العجينة اهي. دلوقتي فضيتها على الصاج اللي حط عليه ورق زبدة، ودهنة ورق الزبدة زيت زيتون برضو. هنزل كده عليها على الوش بزيت زيتون تاني، وهبدأ اوزعه كده في الصاج اللي هسوي فيه. واسيبه بعد ما اوزعه كده اسيبه يرتاح تاني 10 دقايق. في ال10 دقايق دول هولع الفرن. يعني لازم بعد ما احطه في الصاج او الصينيه اللي هسوي فيها لازم اسيبه يرتاح تاني. هعمل فيه كده شكل بصوابعي عادي. هما بيحطوا عليه روزماري او اكليل الجبل، بيتحط كده على الوش مع زيت الزيتون اللي انا حطاه ده وبيسووه. انا هسويه من غير الروزماري، هسويه كده ساده بزيت الزيتون. هسيبه بقى يرتاح 10 دقايق وبعدين هدخله الفرن. في ال10 دقايق دول هولع الفرن يسخن وبعدين هدخله، ولما يخرج هوريهولكم. دلوقتي بعد ما حطيته في الصاج اللي هسوي فيه وسبته ارتاح 10 دقايق، ممكن تضيفوا زعتر، حبة البركة، سمسم، ريحان، كل الحاجات دي تنفع تتحط على الوش. ممكن تضيفوا فلفل الوان زي ما انتوا حابين. انا هحط سمسم بس على الوش كده، وهدخله على الرف اللي في النص على درجة حرارة 200. هيقعد من 20 دقيقة ل 25 دقيقة، ونشوفه برضو قبل يعني لما يعدوا ال20 دقيقة نشوفه استوى تمام. ما استواش هنسيبه لحد لما يستوي، بالكتير هيقعد 25 دقيقة. هدخله بقى دلوقتي الفرن ولما يطلع هوريهولكم. دلوقتي ده العيش بعد ما طلع من الفرن اهو بالشكل ده، قعد 20 دقيقة بالظبط. بصوا انا قطعت حتة، هو لسه سخن جدا طبعا، قطعت حتة عشان اوريها لكم. بصوا يعني ما شاء الله التسوية بتاعته حلوة والعجينة حلوة جدا. اهم حاجة تلتزموا بالخطوات اللي قلت عليها، ان احنا بعد ما بنعجنه بربع ساعة كل ربع ساعة نعجن فيه تاني، نقلبه من كل ناحية علشان 3 مرات عشان تديكي النتيجة دي. ده ممكن يتاكل حاف على فكرة، يعني هي الخبز الايطالي ده يتاكل حاف. بس طبعا حابين تاكلوه بجبنة باي حاجة انتوا حابينها هتمشي معاه. وصفة حلوة وجديدة بالنسبة لنا وناجحة جدا. اتمنى تجربوها وان شاء الله تعجبكم.